حياكم الله مشاهدينا الكرام. أول شيء نقول المنتخب الأردني مبروك الفوز، مبروك التأهل للدور النصف نهائي. وفي نفس التوقيت نقول إذا قلنا الأردن يستحق الفوز فالعراق لا يستحق الخسارة، عطفا على المستوى الكبير اللي قدمه تحديدا في الشوط الثاني. ولكن المنتخب الأردني عرف كيف يسير المباراة مثل ما هو يبغي، وبالتالي كان عنده حارس يذود عن مرماه وحقق لهم المراد، واستطاعوا أن يخرجون في نهاية المطاف من تصريم بهدف مقابل ماشي. مبروك للجماهير الأردنية الكبيرة والغفيرة اللي حضرت الملعب في المدينة التعليمية. هارد لك الجماهير العراقية الكبيرة والغفيرة اللي أيضا حضرت في استاد خليل في استاد المدينة التعليمية. كابتن رشيد، فأظن بأنه المواجهة في نظري كانت فيها سجال بين المدربين. أكيد بأنه الجانب اللي جد مهم بأنه الاستحواذ بالكرة. من كان أفضل؟ اللي كان أفضل المنتخب العراقي. والأردن استطاع والأردني استطاع أن يلعب على قوته، يعني امتص حماس خصوصا وسط الميدان ديال اللاعبين اللي كانوا مسيطرين، اللاعبين العراقيين. نعم. ولكن وجههم الى الأجنحة كان ممكن يلعبوا بالكرات العرضية، علما بأنه عندهم، وهذا بطل المباراة، حارس قوي جدا، حارس ممتاز كان بطل المباراة، ومدافعين يجيدون الكرة بالرأس، والربح ديال الكرة الثانية هذا اللي لعب عليه. شكرا لك فيصل، مبروك الفوز. الله يبارك فيك. هارد لك كابتن راضي، هارد لك لمنتخب العراق ولجمهور العراق. ونحن كشعب أردني أو كأي محب لكرة القدم نتمنى أنه المنتخب العراقي إن شاء الله نشوفه في مونديال 2026 بالولايات المتحدة إن شاء الله يا رب. شكرا لكل من دعم المنتخب الأردني، شكرا للجمهور، شكرا لولي العهد الأمير حسين على اتصاله الهاتفي اللي أجرى أمس مع اللاعبين بعد الحصة التدريبية، ومن أجل دعمهم ورفع المعنوية والروح العالية. يزن، أنا بدي أحكي كلمة عشان يزن بصراحة، هو النجم يعني. يزن ألف سلامة، وإن شاء الله أنه بيكون رجعته بأسرع وقت ممكن. ودائما إحنا بنحكي لك يا يزن أنت الروح والمعنوية والقوة للفريق، فباعتقادي أنه يزن اليوم كمان أعطى دافع للاعبين أو للمنتخب حتى أنهم يقدروا يهدوا شيء من الإصابة بفوزهم بتأهل إلى نصف النهائي. كابتن راضي الشرشف، عوضين خير كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك للأخوة الأردنيين، وألف سلامة اليزن، إن شاء الله يعود أقوى من السابق. وما أقول هارد لك المنتخبنا، أقول مبروك حقيقة. المنتخب طبعا رغم الظروف، إصابات بعض اللاعبين ما متواجدين حتى في داخل البطولة، صارت عنده ظروف، لكن أعتقد أدى أداء رجولي طوال الأربع مباريات. يعني حقيقة حتى المباراة اللي قبلها في 10 لاعبين أدى مباراة على مستوى عالي، تنظيم، التزام، انضباط لآخر لحظة. الشيء اللي عجبني صراحة بمنتخبنا اللي ما كان يتميز به هو التركيز العالي لطول المباراة، وهذا طبعا يحسب للكادر التدريبي طبعا بتهيئتهم. بالنسبة طبعا أنا أعتقد نتيجة هذه البطولة إن هي قدمت لنا مصف ثاني، جهزت لنا لاعبين. تعرف احنا نعتمد على مجموعة سابقة من اللاعبين، الآن تقريبا 12 لاعب ما موجودين حسابيا، يعني حسبتهم اني الآن هؤلاء اللاعبين يعني ممكن حتى تولد إحراج للمدرب كيفية اختار بعض اللاعبين من هؤلاء اللاعبين الملحق. فألف مبروك، لا زالت الكرة العراقية معطاءة، وهذا شيء طيب بالنسبة لمبروك مرة ثانية، وما قصرتوا، جزاكم الله خير الجزاء. حد بيعقب تعقيب أخير؟ والله في أخوي خالد نحب نتكلم على نقطة، علاش وقت الفريق يعمل سلسلة من الانتصارات فجأة ترى انخفاض في المردود. يعني نشوف المنتخب الأردني عمل 3 انتصارات بمستوى وأداء 9/9، اليوم انتصر وترشح، لكن المردود نتاعو ماهوش مردود نتاع العادة نتاع المنتخب الأردني. أنا نفسر الحكاية بالجانب الذهني، كونه أرجو الاختصار كابتن إذا سمح، أرجو الاختصار. الاختصار اللي كونه جات ضربة على الرأس. نعم. في الشوط الأولاني فيقت المنتخب الأردني، ضربة على الرأس هي الإصابة نتاع يزن، نتمنى له بالسلامة، حسوا بالخطر ولين بعدين يتحرك. شكرا لك. أنتقل وياكم الآن لفتح ملف مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الإماراتي من استاد البيت، وأبدأ معكم مع مراسلين في استاد البيت.
أحييكم مشاهدينا الكرام من حجرة ملابس المنتخب الجزائري قبل وصول اللاعبين تقريبا بدقائق. المنتخب الجزائري واللقاء المرتقب لحساب الدور ربع النهائي أمام المنتخب الإماراتي. هو لو أعود حقيقة إلى ما قدمه المنتخب الجزائري في الدور الأول ربما كان هناك عدم الرضا على مستوى أداء المباراة الأولى والتعادل أمام المنتخب السوداني، لكن سرعان ما تغيرت المعطيات. المنتخب الجزائري بوجه مغاير 5 أهداف مقابل هدف وحيد أمام المنتخب البحريني، ومن ثم فوز على المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل. هذا دور ربع النهائي، النوكاوت، خروج المغلوب. المنتخب الجزائري في رحلة الحفاظ عن اللقب ونسخة 2021 حقيقة على الورقة تحدث عن منتخب يمتلك كتيبة متميزة من النجوم بالرغم بحضوره بالصف الثاني. عندما تحدث عن خط الخلف أتحدث عن أمين توغاي والصلابة الدفاعية، أتحدث أيضا عن خاسف، أتحدث عن تشكيلة عبادة. على مستوى خط الوسط أتحدث عن فيكتور لكحل، أيضا بن دبكة، وبطبيعة الحال التنشيط الهجومي على رأسها ياسين إبراهيمي، ومن ثم أتحدث عن بركان، وأتحدث أيضا عن عادل بولبينا، هذا اللاعب الذي استدعي رسميا إلى قائمة فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في كأس أفريقيا. يعني نقولها بصراحة، المنتخب الجزائري منتخب يمتلك المهارات الفردية، يمتلك أيضا الصلابة الدفاعية، يمتلك الحضور الذهني، وأيضا أقول النضج التكتيكي، ولكن تبقى مباراة 90 دقيقة. من سيتأهل إلى المربع الذهبي لملاقاة المنتخب المغربي؟ 7 الأمارات، من أبو ظبي عاصمة القرار والنهضة إلى دبي مدينة المستقبل، والشارجة موطن الثقافة والفن، وعجمان بدفئها، ورأس الخيمة بجبلها والتاريخ، والفجيرة ببحرها المفتوح على الشرق. الوحداوي والعيناوي والوصلاوي والجزراوي كلهم يقفون صفا واحدا خلف هذا المنتخب ونجومه. هل يفعلها الإمارات؟